العهدة على القائل. هاي الموانئ العراقية اللي قاعد تتدمر بهذه الطريقة، غير ثلاث أرصفة، واحد للعتبة الحسينية يسجل باسم شخص، باكر هذا الشخص من يموت هذا الرصيف يسجل باسم الورثة مو باسم العتبة الحسينية. خليه يسمع الشيخ عبد المهدي الكربلائي، خليه يسمعني السيد أحمد الصافي. هناك من يتاجر باسم الحسين عليه السلام، هناك من يتاجر باسم العتبة الحسينية. خل تسمعني المرجعية الدينية العليا. هؤلاء الناس السارقين الكذبة اللصوص الذين سرقوا المال العام لم يكتفوا بسرقة الأموال ولم يكتفوا بسرقة الموازنات، وإنما ذهبوا إلى السرقة باسم العتبة الحسينية والعتبة العباسية وباسم الحشد الشعبي وباسم كثير من المقدسات الموجودة لدينا في البلد. المشكلة هذا الرصيف لو يسجل باسم العتبة الحسينية والله ما حد يعترض، ما حد يعترض. وخلي الرصيف الثاني يسجل باسم هيئة الحشد الشعبي، وخلي الرصيف الثالث يسجل باسم العتبة العلوية، ما حد يتكلم. بس يا اخوان قاعد يسجل باسامي اشخاص، يعني هذا الشخص اذا انتبش وراح الجهنم وبئس المصير. هاي للورثة، هاي مصيبة هنا. وين العتبة الحسينية من الموضوع؟ وين العتبة العباسية؟ وين المرجعية؟ اذا ناس قاعد التاجر باسم الحسين عليه السلام، يعني معقولة ما نخلي لها حد؟ وشنو دور ابن المرجعية عن هذا الموضوع؟ شنو دور وزير النقل اللي أكثر كتلة بالتاريخ تحكي عن المرجعية كتلته؟ وين هو؟ ليش قاعد تنباع الأرصفة لأناس باسم العتبة؟